سلام يا حلوين، بما انه بلش فصل الشتاء والطقس صار برد، يلا نحضر اطيب شوربة جزر على طريقتي. وبقلب الكسرولة حطيت ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نضيف لهم بصلة مقطعتها ناعم، حجم وسط، وبرشلها كمان رشة ملح للبصلة حتى تتبل معي بسرعة. وضفت قطعة زبدة حيوانية أكيد، فيكن تضيفوها فيكن لأ، بس بتعطيها كتير نكهة طيبة للشوربة. من بعد ما دبلت عندي البصلة بضيف لها حبة من البطاطا مقطعتها مكعبات، وبقلي شوي البطاطات مع البصلات، واخر اشي بضيف لهم 3 حبات من الجزر، وبضيف فوقهم معلقتين من بودرة الماجي، انا هون عندي اياها على خضار، تقريبا رشة صغيرة من الكركم تعطيها لون كتير حلو وطعمه ولا اطيب، ورشة كمان صغيرة من البهار الاسود. اخر اشي بضيف لهم نص لتر من المي، بحركن كتير منيح مع بعضهم، وبغطي الشوربة لحتى تستوي عندي وتجهز. بعد ما جهزت عندي الشوربة حطها بقلب محضرة الطعام، أو إذا عندكن هاند ميكسر طحنوها كتير ناعم. برجع أحط الشوربة بقلب الكسرولة وبغليهم غلوة وحدة، وبعدين بيصيروا جاهزين للتقديم. وزينت طبسة الشوربة بطرنش من الحامض وشوية من الزعفران، وهيك أطيب شوربة جزر بتكون جاهزة عنا. إنه بيكون خلص الفيديو لليوم، بتمنى تجربوا الشوربة وتعطوني رأيكم بالكومنت. باي.